السلام عليكم يا احلى متابعين، نتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا حلوه لاكريم اللي لذيذه بزاف واقتصاديه بدون طراب كهربائي. على بركه الله غادي نبداو بالمكونات وطريقه التحضير. عندي هنا كاس ونصف من الحليب. غادي نضيف لهم ملعقتين من الخل وغادي نغطيو هاد الطويصه هادي ونخليوها على جنب ونحضروا باقي المكونات. غادي نحتاجو بيضتين اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف لهم قبيصة د ملح لتحسين الذوق. مع عندي هنايا هاد الفانيليا هادي، فغادي نضيف ملعقة صغيرة وغادي نطرب هاد المكونات مع بعضياتهم. وغادي نضيف كأس مملوء جيدا من سكر سنيدة. وغادي نطرب هاد المكونات مع بعضياتهم جيدا حتى كيذوب لنا داك السكر مع البيضات بحال هيدا. وهنايا غادي نضيف كأس الا ربع من الزيت النباتية. صافي من بعد ما غادي نحرك ديك الزيت مزيان حتى كندخلها مع مكونات. هنايا غادي نجيب ديك الحليب اللي خليته على جنب. من بعد ما بدا كيعمل لي ديك الطروفه يعني حتى بدا كيتكتل لي. صافي غادي نخويه على المكونات ديالي اللي طربتهم مع بعضياتهم في الاول. وغادي نخلط الكل جيدا. صافي وهنايا غادي نبدا نضيف الدقيق وانا كنغربلو من الاحسن. خصنا نغربلوه على الخليط ديالنا، واخا يكون عندنا مغربل من قبل، ولكن ملي كنكونوا كنغربلوه هيدا على الخليط ديالنا فكتجينا النتيجه احسن وكيجينا الكيك ديالنا او هاد الجينوز هادي الاقتصاديه بدون طرف كهربائي كتجينا مفشفشه. صافي غادي نضيف هنايا جوج الخميرات الحلويات من فئه 8 غرام لكل وحده، اي بالمجموع 16 غرام. صافي غادي نحركهم مع المكونات وغادي نخويهم في واحد اللاطه هنايا اللي عندي مفرشه بورق الطهي. صافي وهنا غادي نبدا نحاول نوزع ديك الخليط ديالي على الصينيه كامله. صافي من بعد غادي ندخل هاد الكيك هادي بديل الجينواز في الفرن اللي يكون مسخن من قبل على نار مهيله، وغادي نجبدو نخليو هذا برد. هنايا غادي نبداو نحضروا الكريمه ديالنا اللي عندي هنايا 600 ملي كريمه سائله. غادي نضيف لها نكهه الكراميل حيت انا غادي نخدم هاد الجينواز هادي بنكهه الكراميل. صافي من بعد ما قطعت الجينواز ديالي على قياس 22 على 22 غادي نسقيها بالسيرو اللي حضرته بنص كأس الماء مع نص كأس السكر عفوا مع كأس من الماء ونصف ليمونه. صافي خليتهم تغلى وطفيت البوطه وخليته تبرد عاد سقيت به الجينواز ديالي. صافي هنا غادي نجيب واحد الكميه معقوله من الكريمه غادي نحاول نوزعها على الوجه ديال الجينواز ديالي كامل. صافي وهنا عندي واحد الكميه اللوز والجوز اللي عندي مقطعين قطع متوسطين. وغادي نجيب هنايا هاد صلصه الكراميل الا بغيتوها قولوها لي نحضرها معكم في شي فيديو. وبالنسبه للطبقه الثانيه ديال الجينواز فكنكون غير ديك الجوانب هذوك اللي كيبقاو لي كنحاول نجمعهم باش كنكون واحد الطبقه الثانيه. صافي يعني هذه كتكون في الوسط فما كتجيش باينه، واصلا كنغطيوها بلا كريم فيعني عادي. يعني واخا تكون هيدا ما تخافوش فما غتظهرش مره بتاتا. صافي هنا غادي نجيب ايضا واحد الكميه اللي جد معقوله من الكريمه وغادي نحاول نوزعها على على الجينواز ديالنا او الكيكه بديله الجينواز.
صافي غادي نضيف الكمية المتبقية من المكسرات اللي استعملتهم، غادي نعملو هيدا على الوجه، وغادي نضيف أيضا الكمية المتبقية من صلصة الكراميل اللي قلت لكم إلا بغيتوها قولوها لي، وغادي نحضر معكم في شي فيديو آخر إن شاء الله. صافي هنا غادي نعمل الطبقة الأخيرة ديال الكيك ديالنا، وحتى هي غادي نسقيوها مزيان بهذا السيرو هذا. صافي من بعد خليته في الثلاجة لمدة ساعتين إلى 3 ساعات. صافي غادي نحاول نزول لديك الإطار، وغادي نبدا نعمل لها لا كريم للوجه ديالها كامل، غادي نوزع عليه لا كريم. بحال هاد الطريقة هذه كما كتشاهدوا معايا في الفيديو. وهنايا عندي الناباج مخلط مع النكهة د الكراميل، ديك النكهات اللي كيتباعوا في المحلات اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. صافي من بعد ما خلط ديك الناباج مزيان مع ديك النكهه د الكراميل وخليته حتى برد، حيت من قبل كنكونوا سخنا شديتو باش ما كيبقى لناش يبقى صح وكيجيو فيه ديك الحبيبات. بغيتو طريقه الناباج المنزلي فعندي في واحد الفيديو، دخلوا شوفوه. صافي هنايا في الجوانب الطرطه ديالنا، فغادي نزوقها هنايا بهاد اللوز ايفيلي اللي عندي كراميليزي، عدلته غير في المنزل. الا بغيتو الطريقه حتى هي كتبوها لي في واحد في التعليقات، وغادي نحضرها معكم ان شاء الله. فهاد الطرطه هذه صراحه كتجي لذيذه لذيذه بزاف وهماويه فحال ديال لي باتيسري، وكتجي اقتصاديه في نفس الوقت. فانا حضرت هاد الطورطه هادي نشد ضياف كانوا ماجين عندي، فكتبت لهم مرحبا بكم نورتونا، وانتم يمكن لكم تكتبوا فيها اي حاجه بغيتوها. فكتكتبوا يعني هادشي غير بشوكولات كالا او ماكاو، كتذوبوها كتعدلوها في واحد البوش وكتقطعوا يعني تقريبا تكون ستيتوا، وكتكتبوا الحاجه اللي بغيتوها. وفي التزيين فعملت شويه ديال النوغا مع شويه البندق وشويه د اللوز ايفيلي اللي يبقى لي كراميليزي حتى هو رشيتو، كيجي صراحه التزيين مزيون بزاف وكتجي اقتصاديه في نفس الوقت كما قلت معكم. وشكرا بزاف على المشاهده الفيديو حتى الاخر، وكنبغي نقول شكرا للناس بزاف اللي متابعيني، وكنتمنى ايضا الناس اللي ما متابعينيش فيشتركوا في القناه ويضغطوا على زر الجرس باش يوصلهم كل جديد ديالي ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو اللي ماجي. مع السلامه، دمتم في امان الله وحفظه.